ويمكن أنا لاحظت في كلام بعض الإخوة أن اليهود استعانوا بالدولة الفلانية، والدولة الفلانية أرسلت مدري حاملة طائرات أو حاملة أسطول، ومن هذا الكلام اللي يخوف ده. قلت يا جماعة أنتوا اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما هو أشد من ذلك. امال احنا بنقرأ السيرة ليه؟ عشان نتعلم من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. سنة 5 هجريا وتحديدا في شوال تآمر كل القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم، واللي استدعاهم وغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم اليهود كانوا يجاورون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وخرجوا وأتوا بكل القبائل التي كانت حول المدينة، قريش وحلفاؤها، غطفان وحلفاؤها، المشركون، المنافقون، كل هؤلاء التفوا وطوقوا المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة ومعه مجموعة من الصحابة. ولذلك القرآن يصور هذا المشهد تصوير جميل جدا، يقول إذ جاءوكم من فوقكم، اللي هم المشركون وغطفان وقريش، ومن أسفل منكم، معاكم اليهود، يعني أنتم مخترقين من فوق ومن تحت. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، كل يظن بربه حسب اعتقاده، إن كان مؤمن ظن بربه خيرا. بعض المسلمين، بعض الصحابة اعتقد أن الإسلام انتهى، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا أخي الكريم، طب ماذا فعل الله عز وجل لهؤلاء الصحابة وهؤلاء المسلمين؟ أرسل إليهم الطيارات والدبابات وحاملات الناقلات؟ أبدا، أرسل إليهم الريح التي تحمل الخير للناس، هي الريح التي سلطها الله على الأحزاب والمتحالفين جميعا. ولذلك القرآن قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وما يعلم جنود ربك إلا هو. يا رجل، فرنسا من كم يوم، جمهورية فرنسا العالمية المعروفة، أرسل الله عليها حشرة البق، إحدى الحشرات التي تمص الدماء، احتارت فرنسا، وقعت في حي صبيص، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الإسلام قضية عالمية ستنتشر بإذن الله، بس أنت صلح عقيدتك أولا.